النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم على النار كل سهل ولين وقريب من الناس. شفت الصفة ذي؟ السهل السمح هذا يحرمه الله على النار. فكن سمحا، كن سهلا، كن لطيفا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كن كذلك وأبشر بالخير من الله عز وجل. إذا سرحت في الصلاة وفكرت في شيء آخر فماذا سيقول الله لك؟ يقول ابن القيم: ورد في الأثر أن الله تعالى يقول: إلى خير مني الصراحة. لو سمع منا أحد هذه الكلمة من الله في الصلاة وهو غير خاشع لذاب قلبه حياء من الله تعالى. يقول الله: وما عند الله خير وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة، يعني آخر كل صلاة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، صارت كم؟ 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. تصور يا أخواني هذا الثواب العظيم على هذا العمل البسيط. هذا يستغرق منك دقيقتين بس، وتأخذ عليه ثواب غفران الذنوب لو قيل مثل زبد البحر. لكن متى؟ دبر كل صلاة. لا تقولها صلاة وتخليها صلاة ثانية، لا، التزم بها. إذا أردت أن تعرف ما في جوف الإنسان ففي 3 مواقف تستطيع أن تعرف هذا الإنسان. عند الغضب ينفضح الإنسان، لأنه في حال الغضب يبدأ يتلفظ بالألفاظ الموجودة في قلبه. في ناس إذا غضب قال الله يهديك، وفي ناس إذا غضب لم يبقى وسيلة شتم إلا وأخرجها فيك. هذا الخلق الذي في قلبه خرج. الثانية عند حظوظ النفس، الترقيات، الأموال، البيع والشراء، هنا يظهر ما في الداخل. هل أنت إنسان نقي تقي؟ من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من هم أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف لنا أفضل الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. يا رب اجعلنا منه. إذن عند حظوظ النفس يظهر الذنب الذي في الداخل. والموقف الثالث الذي تظهر ما في البواطن في مسائل الحسد. عندما يمدح أحد عندك ويثنى على أحد أو تنظر إلى نعمة أحد، انظر إلى ردة فعلك. ردة فعلك تخرج ما في قلبك. هل أنت تفرح لفرح الناس؟ أنت نقي بإذن الله تعالى. هل أنت تغضب لفرح الناس وتتضايق؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان وفي رواية أو لفظ سنون خداعات تخدعك، تخلي لك الزين شين والشين زين، وتشوف السراب تظنه ماء، وتشوف الحديد وتظنه ذهب. خداعات. يصدق الخائن أو يصدق الكذاب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤمن الخائن، ويتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. حياة انعكست يسمونها بغير اسمها، وكذبة كما يقال، كذبوها وافتروها وصدقوها ويبغون من صدقها. وللأسف أحيانا تجد مثل هذه النداءات من يصدقها ومن يتبناها ومن ينشرها. اليوم تعالوا نستعرض تاريخ الأسرة. أنا بتكلم بطريقة مختلفة شوي، وتعودت في طرحي في اللقاءات المفتوحة أن أتبسط وأن أحاول أقرب بالمثال والإسقاط على الواقع. تبغون نبدأ بمن من الأنبياء؟ نبدأ بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام.